بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ واحنا شغالين في مجال النقل الذكي ده كلنا بنختلف، كل واحد وليه عقلية وكل واحد وليه طريقة شغل بيحب يشتغلها او هو كويس فيها، يعني بيعرف يشتغل الطريقة دي كويس وهو كويس فيها. عندنا النهاردة افضل 3 طرق شغل. ال3 طرق دول يعني هم دول اللي هيجيبوا معاك الخلاصة او يجيبوا معاك المفيد. وراجع نفسك، لو انت مش شغال على ال3 طرق دول يبقى انت كده شغال غلط. وفي طريقة واحدة هي اللي طريقة تعبانة، وطريقة اللي بيشتغلها ده بيخسر مليون المية. تعالوا النهاردة بقى اقول لكم على افضل 3 طرق شغل اللي انت تقدر تكسب منهم في مجال النقل الذكي في الوقت الحالي وفي الظروف الحالية وفي الوضع اللي احنا فيه. اول حاجه معانا لازم نعملها قبل ال3 طرق دول ان احنا نشتغل على كل الابلكيشن. اللي شغال على ابلكيشن واحد ده غلطان 100%. لازم يكون معاك كل الابلكيشن عشان تاخد الحلو من هنا والحلو من هنا والحلو من هنا وتبقى شغال صح. اول طريقه معانا دي بتاعت ايه؟ الراجل اللي بيجيب الفايده، بيجيب من الاخر، اللي هو ماشي بنظام ايه؟ خبطه بملزبه ولا ب100 بشاكوش. ده اللي بيجيب من الاخر، ده هتلاقيه اخره في اليوم، هو اخره خالص رحلتين 3 4. هو بيجيب من المفيد. يعني بص يقول لك انا اخد رحله من ابلكيشن ان درايفر على ديدي على اوبر على كريم. بيدور على المفيد ويشتغل في اوقات الذروه واوقات الصبح واوقات طلوع الموظفين وروحه الموظفين والمدارس شغلهم والكلام ده. ده اللي هو ايه؟ راجل مخلص بيجيب من الاخر، ضربه بشاكوش ولا 100 بملزبه، ويريح دماغه، ياخد الزبون مثلا بسعر كويس، يوصله مكانه، يتعامل معاه كويس. مثلا يعني عجبه الدنيا ياخد رقمه، مش عارف ايه، ياخد منه فلوس زياده، حاجات زي كده. زي واحد صاحبنا انتوا عارفينه، هو شغال على الشغل ده، ملك الشغل ده، يعني ماشي بالنظام ده من زمان والحمد لله ربنا كرمه ومسهله. تاني طريقه معانا بقى لانظمه الشغل اللي بنتكلم عليها وهو النظام القشاش. ايه القشاش ده؟ القشاش ده عامل زي القطر. يعني دي تنزل بونص تلاقيه راكب معاها فيه، اوبر تنزل بونص تلاقيه راكب معاها فيه، مش عارف ان درايفر مش عارف فيها ايه، راكب في كل اي مصلحه. اي مصلحه ربنا يكرمه، وده اكيد يعني بيبقى غصب عنه وضغوطات ومصاريف ودنيا عليه والكلام ده. فهو بيشتغل تلاقيه شغال طول الاسبوع، وشغال طول الاسبوع ومشتغل من 14 ل 13 ل 15 ساعه، ما عندوش اي مشكله. وشغال على بونص، يعني تلاقيه تقول له تساله على بونص دي تلاقيه حققته. بونص ان درايفر لو منزله بونص، كنت سامع ان هو منزله من بونص اليومين اللي فاتوا، يقول لك شغال عليه. بونص مش عارف اوبر شغال عليه يا باشا. بونص كريم انا شغال وراشق. وتلاقيه بص ما شاء الله تقييماته كويسه وشغله كويس. بس ده شغال على البونص، بس شغال صح. ازاي؟ ايه المشكله لما اشتغل على البونص؟ مش عيب ومش وحش، بس ادور على الرحلات الكويسه. رحله مثلا بسعرها كويس في البونص اخدها. ما اشتغلش بقى على الشغل اللي ابو 20 وابو 25 وابو 19 اللي هو بتاع اوبر ده والكلام الفاضي ده. لا، انا اشتغل اجيب من المفيد، اقش واشتغل واخد في ده وادوس في ده وادوس في ده. بس زي ما بقول لكم الشغل المفيد، الشغل اللي يجيب فلوس، الشغل اللي احس ان انا وانا شغاله انا مش خسران. لا، انا بكسب من الشركات دي، بكسب في الرحلات، في سعر الرحلات، سعر الرحلات كويس، وبكسب في الاخر من البونص. فهو ده النظام. تالت طريقه معانا وهي طريقه الناس المميزه، اللي هو ايه؟ شغل بشوات. اللي هو تلاقيه بص لابق في الكلام، مظبط نفسه، معاه عربيه نظيفه كده ومنظف العربيه ومروقها بره وجوه وايه، ومروق نفسه ولابس لبس نظيف ولابق في الكلام، بيعرف يتعامل مع العفريت. جميع طوائف المجتمع، ناس فوق ناس تحت، يتعامل مع اللي هو يعني ايه، اللي يتعامل مع الاجانب حتى، يعني ملوش حل. ده بص تلاقيه قيم في نفسه كده وعايش الدور وعربيته نظيفه وحاطط بونبوني في العربيه وحاجه ساقعه وميه معدنيه ومروق حاله على الاخر. ده الباشا بتاع الشغلانه. ده مش فارق معاي الشركات دي تعلى الشركات دي تنزل، يولعوا بجاز، يعملوا اللي يعملوه، ما عندوش اي مشكله. هو شغال على بعض الاماكن وبعض الناس المميزين، يركب معاه الواحد يبلفه بالكلمتين، يظبط. مش بقول لك بيضحك عليه، لا، بيكلمه بطريقه كويسه، يديله وضعه، مش عارف ايه. تلاقيه الراجل ساب له فلوس زياده وهو نازل يروح واخد رقمه. ليه؟ راجل محترم، كلامه كويس، بيعرف لغات، مش عارف ايه. طب هات رقمك عشان لو هسافر، لو هروح، مش عارف ايه. يشتغل مع الناس دي، وخاصة بقى يروح سايب له فلوس زيادة، مش عارف ايه. فتلاقي الناس دي بردك مش كتار، يعني الناس دي بردك المميزة دي مش كتار، شغالين على قدهم كده. وتلاقيه يشتغل ناحية الفنادق، يتعامل مع الأجانب ويكلمهم بطريقة كويسة ويوديهم الهرم يفسحهم، مش عارف ايه، ويتعامل معاهم بالدولار. شغل رايق يعني من الآخر. هو بص يعني ايه، شغال على الحنين كده وشغال
بهدوء وروقان بال وروقان اعصاب، والشركات عليت، البنزين علي، الدنيا خربت، ما عندوش اي مشكله. هو مشغل دماغه ومشغل لبقته في الكلام، ويركب مع الواحد يظبطه ويديله وضعه ويظبط الدنيا وهو شغال على الناس دي. وخاصة ساعات في ايام ما بيشتغلش خالص مع الشركات دي خالص، هو شغال بالتليفون مع الناس دي، راح جه معاهم مش عارف ايه. وخاصة بقى سياح قعدوا في القاهرة مثلا 4 ايام 5 ايام، هو ظبط الكلام والدنيا حلوة وبيتعامل بالدولار او بالعملة بتاعة الاجانب اللي هم جايين منها، ما عندوش اي مشكلة، وراجل محترم في نفسه كده ورايق والدنيا زي الفل. ده النوع الاخير معانا في الشغل الكسبان او الشغل اللي يجيب همه، عشان زي ما انتم عارفين اليومين دول الدنيا صعبه والعمليه ما بقتش جايبه همها. معانا اخر نوع، ده اللي هو اوعى تشتغل النوع ده، عشان النوع ده يجيب الفقر. النوع ده هيبيعك العربيه خلال سنه بالكتير قوي، وهو النوع اللي هو بياخد بواقي الشغل. انا مش عاوز اقول كلمه وحشه، بس هو ده بياخد بواقي الشغل. على راي واحد صاحبنا بيقول لك ايه، بيقول لك البلد دي بدون اغبياء او بدون الناس اللي هي بتاخد الشغل التعبان اللي هو الصغير ده، يقول لك اي حاجه وخلاص، وتلاقيه بيدور في دايره كده، ضيع وقت وينزل وسط البلد يضيع له ساعتين ثلاثه، مش عارف يروح فين، يضيع له 3 4 ساعات يومه كله، تلاقيه في شويه رحلات تعبانه، ويجي في الاخر يقول لك ما عملتش 300 جنيه. طب انت ال 300 جنيه دول على الاقل يوم ما تكونش مشيت هتحط منهم 150 جنيه بنزين، وهتروح بكام، وتسيب العربيه كام، وتعمل كام، وكل ده ان هو ايه، اشتغل شغل تعبان جدا وجري ورا حاجات فارغه ورحلات تعبانه ملهاش اي 30 لازمه. وفي الاخر يا اما هيسيب الشغلانه، يا اما هيبيع عربيته عشان يسد اللي عليه، يا اما عربيته هتبوظ مش هيعرف يصلحها، هيحصل له مشكله. يعني هو تلاقيه تايه على طول وبيشتكي على طول، على طول بيشتكي، انا ما لقيتش، انا ما عرفتش اغير زيت، انا ما عرفتش، انا ما عملتش، انا على طول بيشتكي. وليه هو الشكوى؟ عشان هو شغال بدون فهم وبياخد اي حاجه وخلاص. مجرد ان والله العظيم 3 كان والله العظيم في حد كان بيحكي لي على واحد رحله، مجرد ان هو شاف بس كلمه 100 جنيه طار ولا ال 100 جنيه، مش فارق معاه هي رايحه فين ولا بتعمل ايه ولا اي، لا هو ناخد 100 جنيه في ايه يا عم؟ هو ال 100 جنيه دلوقتي بقت تعمل حاجه؟ ده انت ممكن تروح تجيب يعني وجبه صغيره ليك تعدي ال 120 جنيه، ملهاش اي لازمه ال 100 جنيه. فهي الناس دي شغاله غلط. وهو امتى بيفوق ده؟ لما يتلدع ازاي؟ ما يعرفش يسد قسط عربيته، لو مأجر ما يعرفش يسد الايجار، مش عارف هو عنده مصاريف العربيه، عاوز يصلح، عاوز يغير زيت، ما يلاقيش الفلوس، ساعتها يبدا يدور يقول لك يا جماعه انا اشتغل صح ازاي؟ انت لسه فاكر؟ لازم تفوق وتبقى فاهم وعارف الدنيا رايحه فين وجايه منين والكلام ده، عشان الوقت اللي احنا فيه ده الوقت بقى صعب، محدش عارف يجيب عربيه، محدش عارف يشتغل. لازم تشتغل صح عشان تقدر تسد بق عربيتك، بنزين وزيت وكاوتش ومش عارف اصلاحات وصيانات دوريه ومش عارف لا قدر الله خبطه مش عارف ايه ترخيص مخالفات، حوار هم ما يتلم. فانا حبيت بس اقول لك على، يعني في حد كلمني في القصه دي فحبيت اقول لك طرق الشغل، لازم انت تبقى ليك طريقه، تبقى عارف انت شغال ازاي. اهم حاجه ان انت ما تجيش اخر الشهر او ما تجيش اخر الاسبوع ما تلاقيش تصرف على عربيتك. فالموضوع كبير، العربيه دي بتاكل وتشرب زي ما انت بتاكل وتشرب، انت ليك مصاريف، العربيه ليها مصاريف. حط برضك العربيه دي كانك في حد بتصرف عليه كده، لازم تبقى شايل له فلوس على جنب، لازم تبقى عامل حسابه في الشغل، المشوار ده بقى قد كده، العربيه هتاخد مني قد كده، هشيل لها قد كده، اعمل لها قد كده، حاجات من هذا القبيل. بس انا حبيت اوعيك واقول لك على بعض الطرق او بعض الحاجات اللي انت لازم تفكر فيها وتحسبها مره واثنين وثلاثه، وتبقى حسبتك صح بالورقه والقلم، عشان ما تجيش في الاخر تندم. الندم في الشغلانه دي صعب، او الندم في المواقف دي صعب. فانا حبيت بس اقول لك المفيد عشان ما تجيش تندم. اهم حاجه بقى يا باشا، لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. واوعى تكون من الناس اللي بيقعدوا معانا لغايه دلوقتي وما يحطوش لايك، لازم تحط لايك، دي اهم حاجه. ولو انت متابعني على الفيسبوك حط لي تعليق، وعلى اليوتيوب حط لي تعليق، وعلى التيك توك برضك حط لي تعليق، ايه المشكله؟ سلمها لله. ولو انت بقى عجبك الفيديو ما عجبكش الفيديو هتعمل ايه؟ هتصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وربنا ينصر اخواتنا في غزه. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.